كانت معروفة في فاس بحنانها وخدمتها للناس. هدى أونهان طبيبة شابة خدومة كيعرفوها كلشي في مستشفى الغسان. كانت متزوجة بطبيب خدام معها، والناس كيقولوا حياتهم مثالية. ولكن في نهار عادي هدى اختفت. هاد النهار ما رجعاش للدار، ما جاوباش لا التليفون. بعد شطون عليها ومشى مباشرة يبلغ عند البوليس. وبينما العائلة كتقلب، الزوج ديالها المفروض يكون كيقلب معاهم، لكن شد الطيارة ومشى لفرنسا. واش هذه صدفة ولا كاين شي سر خطير؟ البوليس دار خدمته وتبعوا التليفون ديال هدى حتى بان ليهم في جهة ولاد زباير اقليم تازة. مشاو للمنطقة ولقاو السيارة ديالها مركونة في مرآب، لكن المفاجأة الكبيرة كانت بقايا ديال الدم في داخل الطوموبيل. جابوا الكلاب البوليسية المدربة وبداو كيقلبوا في واحد المكان قريب من الطوموبيل. وهنا جات لحظة ما ينساها حتى واحد. حفرة صغيرة فيها جثة الطبيبة هدى ملفوفة ومخفية مزيان. هدى اللي كانت كتبتسم المرضى وكتعطي الأمل ولات جثة تحت التراب. كلشي بدا كيتسائل علاش الزوج مشى لفرنسا مباشرة بعد ما اختفات، علاش السيارة ديالو فيها الدم، وعلاش ما بلغش من الأول. والتحقيقات باقية دايرة خدمتها، كلشي كيشير بسبابه. هدى شابة كان عندها مستقبل وكانت كتخدم بلادها وقلبها كدير. ماتت بطريقة بشعة وغادرة. العدالة خاصها تاخد مجراها والمجرم خاصو يخلص.